ميسي ولا كريستيانو؟ يا ميسي ولا كريستيانو؟ ميسي اكبر. جاوب انت، ميسي ولا كريستيانو؟ توتال ميسي. شخص بقول لك بالنسبه له افضل اشي ميسي، تيجي تقول له ليش ما بتحب رونالدو؟ انا ما بطيق رونالدو، لا، بس انا بفضل ميسي ككرة قدم. انا بحكي ككرة قدم بفضل ميسي عن رونالدو. بس عبد الله، انسى لي مارادونا، حاضر. وانسى لي بيليه، حاضر. وانسى لي كل اللاعبين العالم. ميسي او رونالدو من الاخر، المشاهدين بدي يعرفوا. حلو، رغم اسطوريتهم ورغم محبتي لهم ورغم اعترافي بكل انجازاتهم كل شيء، لكن اتكلم عن ذوقي انا، كلمه واحده، رايي الفني، وانا قايل في التلفزيون من قبل، ليونيل ميسي. هلا حقول رأيي الشخصي بكل احترام، بكل واقعية، بكل صراحة. مين هو الأفضل عبر التاريخ؟ بتمنى ما يكون في زعل ولا يكون في تعصب. طلع قدامكم بالجدول. رونالدو ب 2011 طلع وصرح وقال الحذاء الذهبي هو الأفضل بالنسبة له. انتهت المقارنة بستة مقابل 4 لليو ميسي. ب 2017 طلع رونالدو وقال الكرة الذهبية هي الأفضل بالنسبة له، وانتهت المقارنة ب7 والثامنة قريبا مقابل 5. من بعدها طلع رونالدو بتصريح خطير بعام 2020 انه لن تصبح لاعب اسطوري كبير الا لتحقق انجاز كبير لبلدك. هي ب 2020 ميسي ما كان معه شيء بالمره للمنتخب الارجنتيني، رجع من الاعتزال حقق 3 بطولات وكانت ابرزهم كأس العالم. الرد كان قاسي جدا من ليو ميسي على رونالدو، وغير انه ليو ميسي حقق بطولات اكثر من رونالدو 42 مقابل 34. رونالدو معه اهداف اكثر، بس ما حدا ينسى رونالدو مهاجم صريح ولعب اكثر مباريات ب 130 مباراة تقريبا عن ليو ميسي، وميسي منه مهاجم صريح ابدا، بلاي ميكر، بيصنع، بيراوغ، بيسجل، بيفتح لعب، مهاري، اكثر من ساهم بالاهداف بالتاريخ واكثر من حقق رجل مباريات بالتاريخ. كلمة رجل مباراة لو وحدة بتكفي. رجل مباراة يعني حتى لو زميلك بالفريق سجل وانت ما سجلت، بس كنت انت رجل مباراة، يعني انت الافضل بهيدا الفريق. لو سمحتوا كونوا واقعيين وشغلوا عقلكم قبل قلبكم. كريستيانو رونالدو واحد من افضل لعيبة عبر التاريخ، حيضلوا اسطورة كبيرة، بس ليو ميسي هو من ختم تاريخ كرة القدم. ميسي ولا رونالدو؟ ميسي. ريال